السلام عليكم، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وهنا وسعادة يا رب. ان شاء الله النهارده هنعمل صينية بطاطس باللحمة المفرومة كده، تسلم بقكم. يلا بينا نسمي الله ونشوف هنعمل ايه. انا هنا قطعت البطاطس بتاعتي حلقات وغسلتها كويس، وجبت فلفل احمر وفلفل اخضر وجزر شرايح وفلفل اصفر، وهبدأ انزل على البطاطس بيهم. وقطعت بصلتين ترانشات، هنزل برضو على البطاطس والطماطم بتاعتي. وانا عندي البهارات بتاع الكمون وبابريكا مدخنة وكزبرة ناشفة وحبهان مطحون وملح وتوم بودر ومرق الدجاج. وهنا عندي فصين توم ابشرهم على المبشرة طبعا واحطهم عليها. تمام. ودي حتة ليا ضاني كانت عندي، بشرتها برضو على المبشرة. وبدأت ان انا اجمع الحاجات دي كلها مع بعضيها، بحيث ان الخضار والبهارات والبطاطس كله يندمج مع بعضه، وافرك فيهم كده ان البهارات يخش في البطاطس طبعا، والتتبيله بتاعت الحلوه دي كلها توصل للخضار والبطاطس بتاعي. تمام زي الفل. بسم الله ما شاء الله. بعد ما خلصت البطاطس بتاعتي بتتبيلتها، هبدأ اجيب بقى اللحمه المفرومه بتاعتي. انا جبت هنا نص كيلو لحمه مفرومه، وده حسب الاستخدام بتاعك، عايزه تجيبي اكتر عايزه تجيبي اقل. بسم الله. عندي برضو هنا حتة ليا ضاني بشرتها وحطيتها على اللحمة المفرومة. وعندي هنا كزبرة خضراء، وبرضو فلفل ألوان، ومعايا شطة حراقة، ودي اختياري طبعا، عايزة تحطها حطها مش عايزة براحتك. أنا هنا حطيت أخضر وأصفر وأحمر، وبصل مبشور وفص توم برضو. تمام. ما شاء الله. تمام كده زي الفل. هحط بقى البهارات بتاعي، عبارة عن ملح، كمون، فلفل أسمر، حبة كزبرة ناشفة، بس كده. ده بالنسبة للحمة المفرومة. هي دي الكزبرة الناشفة. وابدأ بقى اخد الخلطة دي كلها مع بعضيها لحد ما تخش في اللحمة المفرومة وتتماسك كلها مع بعضيها. لو انت عايزة تنعمي الخضار بتاع اللحمة المفرومة عن كده، نعمي. بس انا صراحة بحب الالوان ديت في اللحمة المفرومة، فبسيبها يعني بقى بتبقى كبيرة شوية معايا. بس كده هبدأ بقى أشكل اللحمة المفرومة بتاعتي زي ما انت عايزة. عايزة تعمليها زي الهمبرجر اعمليها، عايزة تعمليها كور اوكي، عايزة تعمليها مثلا صوابع، زي ما تحبي بقى اعملي. دي في ايدك انت، التشكيلة دي في ايدك انت. هبدأ بقى ارصها على الصينية كده.
انا كنت هحط عليها البطاطس كده، بس رجعت في كلامي حطيتها كلها رصيتها بعد كده على الوش. لقيت ان هي تبقى احسن عشان خاطر لما اجي ادخلها الفرن تاخد وش معايا تدي لون زي ما انتم شايفين كده اهوت. نعمل كمان واحدة وبعد كده اخلص الكمية كلها وارجع لكم تاني بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. هبدأ بقى اجيب ورق فويل واغطيه وهحطها على عين البوتاجاز تستوي، ويا دوبك ان هي هتاخد معايا لون بس. هنا انا حطيت يعني مقدار مثلا ربع كوباية مية، لو في شوربة تمام حطوا شوربة. انا ما كانش عندي شوربة حطيت حبة مية. وكان عندي صلصة انا مفرزاها في الفريزر، خدت معلقتين كده بس حطيتهم على الوش عشان لما اجي ادخل الصينية في الفرن تديني وش للحمة المفرومة والبطاطس. تمام زي الفل، ما شاء الله. يا رب الوصفة تنول اعجابكم يا رب. وادي شكلها بعد ما طلعت، طبعا هي استوت على عين البوتاجاز وبعد كده انا دخلتها الفرن خدت يا دوبك لون. وبكده يا حبايبي الفيديو بتاعنا يكون خلص النهارده، يا رب ينول اعجابكم. وما تنسونوش بالاشتراك بتاعكم الجميل وباللايكات بتاعتكم الجميلة. مع الف سلامة، سلام.